ايه اكبر غلطة بتحول تصميم المفروض انه بيجيب فلوس لمجرد صورة شكلها حلو بس ما بتعملش اي حاجة؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نفرق بين التصميم اللي شكله حلو والتصميم اللي بيبيع. في الفيديو ده بقى هقول لك عن اكبر 3 غلطات اصحاب البيزنس بيقعوا فيها، وهي اللي بتخلي تصميماتهم ما بتجيبش اي نتيجة حتى لو اتصرف عليها فلوس كتير. الغلطة الاولى هي انك بتحكم ذوقك مش الهدف. اول كلمة بتتقال لما بتشوف تصميم هي كلمة عاجبني او مش عاجبني، والمصيبة ان الكلمة دي ملهاش اي علاقة بنجاح التصميم. انك تحكم على التصميم بذوقك زي بالظبط الدكتور اللي بيكتب لك العلاج او الدواء بناء على شكل العلاج مش عشان بيعالج. الصح انك تسال هل التصميم ده هيوصل رساله للجمهور المستهدف، وهل هياخد الاجراء اللي انا محتاجه منه. الغلطه الثانيه انك تدي للمصمم طلب مش استراتيجيه. بتروح تقول للمصمم عايز تصميم سوشيال ميديا جامد، ده بالظبط زي ما تروح تقول للمقاول ابني لي مبنى حلو. لكن حلو لايه؟ حلو لمين؟ وعشان يعمل ايه؟ المصمم الشاطر فنان بس مش ساحر عشان يقرا افكارك. لو ما اديتهوش هدف واضح هيدي لك شكل حلو من غير روح. الصح انك تقول له عايز تصميم يستهدف الشباب مثلا من سن 20 سنه، يقنعهم بالمنتج الفلاني، يشتروا من خلال اللينك ده المنتج ده، لان ببساطه الهدف الواضح بيجيب تصميم واضح ونتيجه واضحه. الغلطه الثالثه وهي انك تعامل التصميم كاكسسوار مش كمحرك اساسي للبيزنس بتاعك. ناس كتير بتصرف كل ميزانيتها على المنتج وبعدين تقول صحيح عايزين اي شكل حلو كده للبوستات. كده انت بتعامل التصميم كانه اكسسوار او كماليات مش كمحرك اساسي من خطه التسويق بتاعتك، لان هو اللي هيبني الثقه ويوصل القيمه ويشجع على البيع. الخلاصه بطل تقول شكل حلو وخلاص، وابدا اسال هل ده شغال. لما تتعامل مع التصميم كأداة ليها هدف واضح هيبدأ تلقائيا يشتغل لحسابك ويجيب لك نتائج. ولو حابب تعرف ازاي تتجنب ال3 اخطاء دول وتراجع اي تصميم زي المحترفين، اكتب في التعليقات كلمة مراجعة وهبعت لك ملف فيه 3 اسئلة بسيطة تقدر تقيم بيهم اي تصميم صح. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديوهات جاية عشان الجاي اكيد هيفيدك.